في خطوة مفاجئة في عالم كمال الأجسام، كريس بامستيد بطل مستر أولمبيا لاستمرار في فئة الكلاسيك فيزيك قرر يدخل تحدي جديد ويحاول يثبت نفسه في فئة الوزن المفتوح لأول مرة في مسيرته. بامستيد اللي كان دايما بيحكم الكلاسيك فيزيك شعر إنه حقق كل اللي يقدر عليه في الفئة دي، وقرر ينتقل للفئة المفتوحة اللي تعتبر من أصعب وأقوى الفئات في عالم كمال الأجسام. بعد ما هيمن على الكلاسيك فيزيك لسنوات طويلة، كان قراره مفاجئ للجميع، لأنه كان دايما بيهتم بالحفاظ على وزن معين عشان يناسب معايير الكلاسيك فيزيك. في البداية كريس كان صريح جدا وقال إنه مش متوقع يفوز في أول ظهور ليه في فئة الوزن المفتوح، وكان عنده صراحة كبيرة لما قال إنه مش هيكون بنفس جفاف وشدة التحضير زي ما كان بيحضر في الكلاسيك فيزيك، وكان مستمتع جدا بالأكل وبزيادة وزنه. وقال إنه كان بياكل كتير عشان يزود حجم عضلاته عشان يكون جاهز للمنافسة في فئة مفتوحة زي دي. وهنا كان عنده فرصة إنه يتعامل مع جسده بشكل مختلف من غير ما يقلق من حدود الوزن واللي كانت بتقيده في الكلاسيك فيزيك. وأخيراً وصلنا ليوم الحدث في براغ 2024 إف في إل إس براغ برو، واللي حصل في 16 وال17 من نوفمبر. وكان الكل مستني كريس بامستيد في أول ظهور ليه في الوزن المفتوح، وكالعادة بامستيد حضر بكل طاقته ورغبة في المنافسة، لكن كانت المنافسة شرسة جدا. كان فيه متسابقين أقوياء زي مارتن فيتسواتر ومارسيلو دي أنجيليس اللي كانوا بينافسوا في فئة الوزن المفتوح من قبل، وكانوا مرشحين بقوة. الكل كان مستني يشوف كريس هيعمل إيه في أول تجربة ليه في الفئة المفتوحة، لكنه كان صريح في البداية وقال إنه مش متوقع يحقق الفوز. لكن كريس قدم عرض قوي جدا، وكالعادة مع كل التوقعات حصل على المركز الثاني، مع إنه ما حصلش على المركز الأول، لكنه أثبت إنه قادر على التأقلم مع التغيير الكبير ده في مسيرته. المركز الثاني كان إنجاز كبير جدا لو حسبنا إن ده كان أول ظهور ليه في الفئة المفتوحة، والأهم من كده إنه دخل التحدي ده في وقت كان بيشوفه كتجربة جديدة ليه، وكان في حالة مزاجية مختلفة عن أي وقت مضى. ورغم إن بامستيد قال إنه مش متوقع يفوز، إلا إنه كان واضح جدا في تصريحاته قبل الحدث إن هدفه الأساسي هو تقديم أفضل شكل ممكن لنفسه، وفعلا قدم عرض مميز. كان واضح إنه استمتع بتحدي جديد زي ده، وكان المركز الثاني خطوة كبيرة ليه في فئة الوزن المفتوح. وبالرغم من إنه لسه مش متأكد إذا كان هيستمر في الوزن المفتوح أو لا، إلا إن كل الأنظار هتكون عليه في أي منافسة جاية، خصوصاً في مستر أولمبيا 2025. مستقبل كريس بامستيد في فئة الوزن المفتوح بقى مشوق جداً بعد هذا الحدث. هل هيكون قادر ينافس الأبطال الكبار في هذه الفئة؟ وهل هيفكر يشارك في مستر أولمبيا في الوزن المفتوح السنة الجاية؟ ده سؤال الكل مستني الإجابة عليه. لكن واضح إن بامستيد مش هيوقف عند المركز الثاني، وهو هيبذل أقصى جهده ليثبت نفسه في هذه الفئة. وفي النهاية، لو بامستيد قرر يستمر في الوزن المفتوح، هيكون له تأثير كبير على المنافسات القادمة، خصوصاً لو قرر ينافس في مستر أولمبيا. الكل مستني يشوف الخطوة الجاية ليه، وأكيد هيكون له وجود قوي في المستقبل القريب.